ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده فيديو جديد، يا رب النهارده الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بصوا النهارده بقى مشتريات المدرسه. مشتريات المدرسه طبعا انا وريتكم جزء كبير من المشتريات، وريتكم الشنطه ووريتكم كام حاجه كده والكتب وكده. هوريكم بقى بقيه حاجه المدرسه وهقول لكم ايه اللي حصل بقى. بصوا بقى، انا وانا رايحه بقى اجيب اللبس، طبعا انا جبت بس التيشيرتات من جنب بيتي هنا، لان قالوا لي على محل جنب بيتي هنا فروحته على طول جبت منه ايه التيشيرتات بتاعت المدرسه. والبناطيل ما لقيتش ايه مقاس ابني خالص، والقماشه بتاعت البنطلون وحشه جدا جدا يعني. فمش عارفه اعمل ايه بقى، فقالوا لي فقلت بقى اروح البدراوي اللي في مصر الجديده، طبعا ده بيبيع طبعا حاجه المدرسه كلها، وحاجته بصراحه نظيفه وحلوه كده. المهم رحت البدراوي، لقيت التيشيرتات لون تاني اصلا غير التيشيرتات اللي انا جبتها. ف يعني اللي فهمته ان عادي ده بيمشي وده بيمشي عادي جدا يعني. وانا عاجبني اللون اللي انا جايباه اكتر، يعني اللون اللي عندهم لون لبني كده فاتح، ما عجبنيش الصراحه يعني. لكن اللي انا البترولي اللي انا جايباه عجبني جدا. فاصطدمت ان هو اصلا يعني في لونين ممكن يمشوا عادي وكده يعني. تاني حاجة بقى جبت ما لقيتش البنطلون، لقيت بنطلون مقاسات صغيرة، كل المقاسات اللي مقاس ابني كده واخدينها. قال لي تعالي الاسبوع الجاي تلاقيها، ما تلاقيهوش. فانا قلت ايه، انا هفصل، ما القماش عنده، فقلت لا انا هفصل وانجز عشان ايه ما اضطرش ان انا برضو ايه اروح الاسبوع الجاي. وكمان التفصيل بتاع البنطلون الجاهز ما عجبنيش، يعني تحسوا كده بناطيل ناس كبار، يعني مش ماشي مع ابني عشان انا ابني رفيع وطويل، فشكله كده عبيط كده فيه. لكن لما انا يعني واسع كده ومهرتل كده عليه مش حلو. فقلت بقى ايه، اجيب له القماش وافصله. هتعب وهيكلفني طبعا اكتر، لان التفصيل غالي جدا دلوقتي. بس قلت مش مشكله، المهم ان هو يعني هو فرق تقريبا 50 جنيه. قلت بس انا انجز حالي، يعني انجز حالي واخلص. فهوريكم دلوقتي الحاجه، وجبت الشوز وجبت كل حاجه يعتبر خلاص. طبعا اللي هي الكراسات بقى والحاجات دي هما ما بيتعاملوش اصلا بكراسات. انا عرفت ان هما بيتعاملوا بسكتشات كده. فطبعا انا مش هجيب اي حاجه من الحاجات دي لما هم يطلبوا مني في المدرسه بقى السبلايز بقى والحاجات بتاعتهم دي هروح اشتريها له على طول. لكن انا دلوقتي مش هجيب اي حاجه عشان ممكن اجيب الحاجه وتطلع غلط. فيلا بينا بقى نشوف الحاجه اللي انا جبتها. بصوا بقى، اهي دي شنطه البدراوي. دي اللي انا بصراحه حاجته نظيفه جدا ومن زمان، يعني احنا بنتعامل معاه من زمان ايام اختي وكده. بصوا اول حاجه جبت له الجاكيت. طبعا هو انت ممكن تجيبي جاكيت عادي كحلي وخلاص، بس انا قلت لا اجيب له الجاكيت بتاع المدرسه. اصل انا كده كده اصلا يعني اجيب له ليه جاكيت كحلي كده، وعنده اصلا جاكيت كتير كحلي. اللبان اللي هو ده في اللبان اصلا، مش في حاجه المدرسه خالص. بصوا ده الجاكيت بتاع المدرسه اهو. بصوا عليه البادج اهو، كليه السلام اهو. بصوا انا عجبني قوي بصراحه اول ما شفته. كلية السلام. بصوا اهو، ده كان عامل 345 جنيه. تمام، دي كده اول حاجه جبتها. الشوز بقى عجبتني جدا، قلت برضو اجيب له حاجه كده عاليه، لان هو اصلا عنده جزمه. هاتي هي دي الجزمه السوداء بتاعتك اوريها لك. هو عنده اصلا جزمه اللي هي بتاعت المدارس اللي هي البوت دي. فقلت بقى اجيب له جنبها كوتشي وبس، مش هجيب له اي حاجه تانية. بصوا اهي، قولوا لي برضو ايه رايكم. لا التانية القماش التانية مش دي. بصوا بقى الجمال، عجباني قوي الصراحه. بصوا هي نفس الالوان برضو بتاعت اللبس. دي كانت عامله حوالي 260 جنيه حاجه كده يعني. وبصوا هو اصلا وهو عنده اصلا دي بقى برضو كنت جايباها غاليه وكانت نظيفه، يعني الجلد بتاعها جلد طبيعي فاهمين. كان من محل في مصر الجديده كده، بس حاجته نظيفه جدا، مش عارفه اسمه سيلفر ولا حاجه كده يعني. بصوا اهي، يبقى هو عنده اتنين يبدل بقى ايه فيهم اهو. بصوا جمال ازاي، يبدل ايه ما بين الاتنين. مرضتش اجيب دي سودا خالص، لان هو عنده اسود وعنده اغلب كوتشياته اصلا سودا. فقلت اجيب له بقى ايه ابيض في اسود كده، ايه روشنه يعني. فازرق. اه، وكمان بصوا نفس برضو اللون الاخضر برضو اللي موجود، فماشي مع الطقم. بصوا بقى، دي التيشيرتات هوريها لكم.
جبت له، ما تكتروش يا جماعه لان طبعا هيدخل علينا الشتاء وهيضطروا للاسف ان هم كل شويه يقعدوا وكده، فملهاش لازمه يعني. انا جبت له واحد اهو برده عليه بادج المدرسه، فموجود في البدراوي اللون اللبني الفاتح. ما عجبنيش بصراحه، انا عجبني اللون ده اكتر. بصوا، والاتنين على فكره بيمشوا عادي جدا. اهو عليه برده بادج كليه السلام، ده نص كم، والكم اهو. هو كفايه لان طبعا الشتاء بيجي والعيال بيقعدوا اصلا ما بيكملوش. البنطلون بقى كان قصته قصه بقى كان يوم والله العظيم، بس فصلته زي ما انا عايزه كده بالظبط. بص بقى، بص بقيه القماش اهو كمان. انا جبت متر القماش ب 145 جنيه من بدراوي. فقلت انا لسه هستنى وكده، قلت لا افصله وافصله بمزاجي. هو اساسا بتاع المدرسه بزرار كده واستك كده من ورا، تفصيلته وحشه جدا. انا عملته له كله استك منه فيه، بصوا كده اهو. هو اصلا ما بيليش عليه غير الحاجات الاستك، البناطيل الاستك اهو، بصوا كده. وعملته له برده من تحت باستك، هي تنزل بس من هنا كده، وبرده هنا من تحت باستك. وعملت له هنا جيب زي بتاع اللي شفته في تي شيرت، محل تي شيرت اهو. وجيبين من هنا اهو، بصوا تحسوه جاهز اصلا مش متفصل اهو. بصوا الجمال، لا عجبني قوي بصراحه اهو. عملت له برده هنا باستك اهو، عملت له بس ايه واحد عشان لو عايز تاني بقى ابقى اعمل له وافصل له برده تاني اهو. وبصوا خليته كمان يمشي لي من نص الاستك بخياطه، لان الاستك بيتلف، فحاولي ان انت برده ايه تخيطيه من النص عشان ايه مضايقكيش اهو. طبعا يعني جميل ومقاسه كده بالظبط وايه، ما غلبنيش الصراحه يعني. خلصت قلت بقى ايه اخلص خلاص. اوريكم برده الشنطه اللي ما شافش في عيد الشنطه، وهحط لكم الحاجه كده كلها واوريكم شكل الحاجه. وطبعا وريتكم الكتب وكل حاجه. ان شاء الله تبقى يعني سنه خير عليهم يا رب، وتبقى سنه حلوه تعدي بكل اي حاجه فيها يا رب، ما يحصلش فيها اي حاجه وحشه، لان السنوات اللي فاتت كورونا وكده. نفسي السنه دي تبقى حلوه كده. اهي دي الشنطه طبعا معاها المقلمه وكل حاجه، وانا جايبه له الاقلام وكل حاجه. فكملوا معايا الفيديو. طبعا احنا لسه هنكمل الفيديو والروتين بتاعنا عادي جدا. انا بس حبيت اوريكم، خد منه القلم، حبيت اوريكم بس المشتريات اللي انا جبتها عشان تبقوا ماشيين كده معايا، وابقى ماشيه معاكم بالظبط على كل حاجه. وكمان كتب على رجله، طب شيله. وكمان اللي ماشي معايا يبقى فاهم انا بعمل ايه، فاهمين؟ فكملوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم، وهتشوفوا هنعمل ايه بقى النهارده في الفيديو. طبعا دي انا وريتها لكم. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. برضو كده هوريكم اللبس كده من قريب برضو عشان تشوفوا كده. ده كل اللبس خلاص، وهنكمل بقى الروتين بتاعنا ان شاء الله. روتين النهارده هيعجبكم جدا، فكملوه. هنشوف كده هنعمل مع بعض فطار ايه، وهنشوف هنعمل ايه بقى غدا. المهم ان انتوا ايه هتقضوا معايا اليوم يعني. حبيت برضه افرد لكم كده الحاجه اوريها لكم. وتقريبا المدارس هتبقى 1/10 ان شاء الله يعني، ده اللي انا عرفته يعني ان هي هتبقى 1/10 بس بقى. وطبعا هنشتري بقى مشتريات اللانش بوكس والحاجات دي برضو مع بعض ان شاء الله. نروح السوبر ماركت ونجيب بقى الحاجات اللي هيروح بيها المدرسه. طبعا يعني الحاجه اللي هيروح بيها المدرسه هي الحاجه اللي بيحبها، لان ممكن اديله حاجات هو مش عاجباه مش هياكلها. فما تحطيش الحاجات اللي على مزاجك، لا حطي الحاجه اللي هو بيحبها. ايا كان هو بيحب ايه تعملي له، مثلا بيحب بيض بيحب بطاطس، تعملي له الحاجه اللي هو بيحبها، فاهمه؟ بس المهم بقى ايه، اول حاجه كده هدخل بقى اعمل فطار. قلت بقى ايه اعمل فطار ايه، كل مره بعمل يعني بطاطس محمره. قلت لا النهارده اعمل لهم بطاطس مهروسه كده. وفي نفس الوقت بتبقى افيد البطاطس المهروسه كتير يعني. وقلت البيض برضه اعمله بطريقه كده مختلفه، اقطع عليه بصل وفلفل، ولو عندك طماطم حطي برضه، بس انا ما كانش عندي. طبعا الطماطم دلوقتي ب25 جنيه يا جماعه، معرفش فيه ايه. بس نزلت امبارح جنب بيت حماتي كده لقيتها ب20. فمش عارفه بصراحه يعني الطماطم ب20 ليه يعني، مش فاهمه. المهم كان اقصى حاجه تبقى ب10 يعني، يوم لما كانت تتجنن قوي يعني. المهم سلقت كده البطاطس، وحطيت كده معلقه سمنه، وحطيت عليها بصلايه صغنونه خالص. بصل غالي برضو يا جماعه، وفروا شويه.
بس البصل حلو قوي، بتزود على الفطار كمان، بيقوي المناعه جدا. وحطيت واحده فلفل رومي. وفي المرحله دي بقى ممكن كمان تحطي طماطمايه. تمام. هنبتدي بقى نشوح الكلام ده مع شويه ملح وفلفل اسود. وبحب احط كمان عليه كاري، حبه كاري صغنطتين قوي، زي كأنك بتعملي شكشوكة كده. ممكن كمان تقطعي معاها خضرة، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. بس انت بقى بتظبطيها، تحطي عليها جبنة موتزاريلا، المهم ان انت اللي عندك حطيه يعني. بس خلاص كده البطاطس كانت اتسلقت، هبتدي بقى اصفيها عشان نشوف هنعمل فيها ايه تاني. هنا كان البصل خلاص اهو قرب يتحمر. هرجعها بقى ورا واحط البطاطس قدام عشان ايه نشوف هنعمل فيها ايه. حطيت كده حبة كاري صغنطتين عشان يدي لون حلو للبيض يعني. وحبة بابريكا برضو ايه صغنطتين. وكنت حاسة بقى السمنة كده نشفت كده شوية، فقلت احط حبة زيت. ونقلب برضو ايه كل الكلام ده. احنا بقى بنغمس البطاطس المهروسة مع البيض مع البصل، بيبقى طعمه تحفة يا خرابي. بجد الفطار كان جميل. حطينا بقى البيض بتاعنا كده. وانتي لو مش حابه تحمري الخضار، ممكن تحطيه في البيض وتنزلي بيه على طول يعني، براحتك استسهلي يعني. بس انا بحس ان كده الطعم احلى. بس كده خلطته كده مع بعضه. هبتدي بقى احط الملح، واخر حاجه ارش ايه فلفل اسود. البطاطس المهروسه بقى بحط لها ملح عشان اعرف اهرسها كويس. وبعد كده اجيب الهراسه بقى عشان ايه اهرسها. نرش على البيض كده الفلفل الاسود. وكده البيض خلاص خلص. نجيب بقى البطاطس، هنحط بقى، بحب احط عليها بقى ايه لبن وزبدة وملح وفلفل اسود بس. ممكن تحطي بيضايه كمان، فانا كده كده عامله بيض، فمش محتاجه ان انا احط عليها بقى بيضه ولا اي حاجه. احط بقى لبن. وممكن تحطي كمان واحده جبنه اللي هي المثلثات دي، بتديها برضو طعمه حلو. انتي كمان كده بتخلي الفطار يعني كله فوائد وقيمة غذائية. الفطار ده من اهم الحاجة اللي ممكن تعمليها بجد في اليوم، اهم من الغداء. لان ده بداية اليوم، ده اللي بيدي باور للاطفال، حتى لو نازلين مدرسة رايحين نادي ولا حاجة، لازم الفطار لازم الفطار لازم. وما تستسهليش وتقولي بقى هعمل نجيب سندوتشات فول وبطاطس وخلاص من بره، لا انتي اعملي فطار في البيت. الفطار في البيت على فكرة اوفر واسهل بكتير يعني. بس كده خلصنا الفطار وفطرنا الحمد لله، نبتدي بقى نعمل بقى الغدا. قلت بقى ايه اروق عليهم النهارده، عشان انا بقالي كام يوم بنزل وكده. فكنت بعمل بصراحه اكلات سريعه، كفته مش عارفه كبده. قلت بعمل لهم مكرونه بشاميل عشان احنا بقالنا كتير اصلا نفسنا فيها. وبقالي كتير ما عملتهاش صراحه يعني. بصوا بقى عملت ايه. جبت اول حاجه حله كده على النار. حطيت عليها شويه سمنه كده صغنطتين. ونزلت بالبصل بتاعي، حمرته كويس قوي مع شويه ملح. وبعد ما اتحمر هبتدي انزل باللحمه المفرومه. افضل احرك فيها كده لغايه ما تتسبك يعني. تتسبك ايه، تتعصج. وبعد كده هبتدي انزل عليها بالفلفل الاسود. بصوا تميم واقف لي ازاي، مش سايبني في حالي حتى وانا بطبخ، مش سايبني. حطيت بقى شويه كده 7 بهارات وشويه بابريكا. المهم ان احنا ايه هنشيص اللحمه المفرومه كده. وبحب بقى احط لها ايه صلصه طماطم. لو عندك عصير طماطم وعايزه تحطي حطي براحتك عادي، بس انا بحس كده ايه انجز يعني، تنجزي حالك. سيبه عشان هو نايم، بينام هو خلاص. نام يا قلبي. بس كده هي عصقت اللحمه اهي كويس. بس اهي المهم ان انت ايدك فيها عشان تبقى كلها مفروكه كده في بعضها. عشان لو سبتيها بتبقى كتل كده، بتبقى مقرفه قوي يعني، لازم تبقى حلوه كده وكلها مفكوكه من بعضها، فاهمه. بس خلاص اهي ايدي فيها كده على طول، مش تسيبيها على النار وتروحي عامله حاجه تانية، لا ما ينفعش. المرحله دي بقى هننزل بالصلصه. وبنزود الصلصه حبه ميه كده حلوين، ونسيبها بقى تستبك براحتها. عقبال ما نعمل بقى نسلق المكرونه ونعمل البشاميل. طبعا المكرونه يعني انا بحبها اخر حاجه تتعمل يعني. ما بحبهاش تبقى مسلوقه بقالها فتره ومحطوطه، لا بحبها تبقى ايه فريش كده على طول، احطها في الصينيه على طول يعني. بس اهو حسيت عايزه شويه ميه كده ابقى ازود لها واسيبها بقى ايه تتسبك.
كمان الصلصه بتدي اللحمه المفرومه طعم حلو قوي ولون حلو، يعني بتديها لون حلو. بصوا شايفين بيشيل الترابيزه وبيفتح التلاجة. انا حاطه ترابيزه وحاطه كرسي وبيشيلهم ويفتح التلاجة، ما فيش امل. جبت بقى اكبر حله عندي عشان بحب البشاميل كتير. حطيت كده سمنه، طبعا انا الكميه دي كبيره، الحله كبيره، فانتي بتحطي 3 معالق سمنه وتخففيهم بشويه زيت، او 3 معالق زبده وتخففيهم بشويه زيت، فاهمه؟ بس كده هبتدي بقى بصوا بقى بنحط الدقيق لغايه ما يربط معانا. يعني هي كميه الدهون هي كده اللي انا قلتلك عليها دي. بتحطي بقى الدقيق لغايه ما تلاقيه خلاص هو مش محتاج. بصوا انا بحط اهو تدريجي معاكم لحد ما احس ان هو خلاص مش عايز، خلاص بحط اهو لسه عايزه. وطبعا ايدك كده في البشاميل، حسيت بس كده ان هو عايز حبه زيت صغيرين، ايدي طبعا فيه على طول. ادي برضو شويه دقيق، لان الدقيق هو اللي بيظبط لك قوام البشاميل. لو انت خففتي دقيق وحطيتي دقيق قليل مش هيربط معاكي، وهتلاقي البشاميل بتاعك صايص، فمش هينفع. وساعتها بقى بصي مش يعني هتضطري بقى تضيفي دقيق تاني ومستوي كده مش حلو، فالدنيا هتبوظ منك. حاولي ان انت تزودي دقيق كده مع السمنه والايه والزيت. بفك بقى كل الحاجات دي بميه عاديه من الحنفيه، ميه عاديه من الحنفيه. لو حطيتي ميه سخنه هتتقل معاكي جدا وهيبقى مولد، مش هتعرفي تفكيه خالص. لا هي ميه عاديه كده، تقومي فكاه كده كويس قوي. وبعد ما يفك معاكي خالص تنزلي بقى بالحليب، لتر الحليب بتاعك اهو فك معايا خلاص. بصوا كده تمام. انا كل ده طافيه النار، انا بس يعني اول ما نزلت بالميه طفيت النار. هبتدي بقى اولع عليه تاني بقى خلاص، طالما ناعم معايا وطي التلفزيون شويه. طالما ناعم معايا كده خلاص بقى برفعه على النار تاني. انزل بقى باللتر الحليب بتاعي. في المرحله دي بقى ممكن تحطي جبنه برضو مثلثات او جبنه كيري او قشطه براحتك، وملح وفلفل اسود ومكعب ماجي اللي هو فاين فودز ده، وبس كده. ممكن رشه جوز الطيب، هو ده البشاميل المظبوط، هيطلع معاكي حلو قوي 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 وجوسي وكمان مش تقيل، يعني مظبوط. هوريكم سمكه ازاي دلوقتي. حطيت اهو مكعب الفاين فودز كده، وطبعا حاطه اهي اخر حاجه خالص حله المكرونه بسلقها. حطيت الملح والفلفل الاسود واقلب طبعا كل الكلام ده بالمضرب. طبعا المضرب ده اللي جاي مع الحلل عشان ما تبوظش مني يعني. ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزه اخف من كده ولا اتقل من كده، انا عايزه القوام ده كده مظبوط بس، مش عايزه اي حاجه تانية. مكرونه خلاص، اللحمه خلاص. يلا بينا بقى نرص الصينيه بتاعتنا. نجيب بقى البشاميل كده جنبنا لان هو اكتر حاجه هنستعملها. والصينيه بقى بتاعه المكرونه. بص انا كنت هعمل في الصينيه بتاعه الطقم الجديد وكده، بس لقيت دي اكبر، يعني كميه اكبر، فانا عايزه كميه مكرونه كبيره عشان تقعد معايا يومين مثلا. فقلت بقى مش مشكله، ممكن لو ايه يوم هعمل صينيتين اعمل بقى في التانية. يعني هي نفس الطول بس مش نفس العرض بتاع دي اكبر حاجه يعني بسيطه. بس اهي قسمت كده المكرونه عشان ايه تستوي، يعني تبقى فوق وتحت كده مظبوطين. خلاص كده هبتدي بقى اضيف البشاميل بتاعي على المكرونه. طبعا ما بحطش في المرحله دي اي حاجه، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، هي كده كده المكرونه هتشرب من البهارات والملح وكل حاجه اللي موجوده في البشاميل بتاعي. بصوا البشاميل بتاعي نشف من على الوش كده شويه، فقلبيه كويس عشان ايه ما يكلكعش معاكي. بصوا كلكع معايا كده، هبتدي افكه كده كويس، بيعمل طبقه كده ناشفه من على الوش كده. ف... فانت ايه اخلطيه كده الاول وبعد كده اشتغلي عادي. اهو بقلبه كده كويس عشان يبقى مظبوط معايا. طبعا مش قادره اوصفلك البشاميل عامل ازاي، يعني بجد بشاميل زي الكتاب ما بيقول، مش عايزين ولا اتقل ولا اخف، هو كده مظبوط. ويبقى كميته كبيره يعني عشان ايه يكفي معاكي الصينيه. هفردها بقى كده كويس. هبتدي بقى انزل باللحمه المفرومه بتاعتي واوريكم اللون بقى بتاعها عامل ازاي.
الناس اللي ما بتحطوش يعني صلصة في اللحمة فايتكوا كتير والله. يعني هي بالصلصة احلى بكتير من اللي هي العادية دي. هحط بقى انزل كده وبيبقى فيها صوص كده مش ناشفة، فاهمين؟ تدي كده افردها على بقى الصينية كلها عشان يبقى كل حتة مكرونة فيها ايه، فيها لحمة. بس هبتدي بقى انزل كده ببقية المكرونة ونغرق بقى على الوش البشاميل. انا كانش عندي بيض بقى ساعتها، يعني انا اشتريت بعدها، بس اليوم ده ما كانش عندي بيض، فبحب اخلط في اخر شوية بشاميل كده بيضاية مثلا واحطها على الوش. ما عندكيش عادي، ما فيش مشكلة يعني. بصوا بقى المكرونة مفكوكة معايا ازاي ومش مستوية خالص، لا هي فاضل شوية كده عليها هتستوي بقى في الفرن يعني. اسويها كده بايدي، بعد كده بقى انزل بالكمية البشاميل كلها كده عشان نحطها في الفرن بقى ويبقى كده خلاص. واول ما تطلع طبعا هوريها لكم. حط المسكات بس عشان ايه ما نتلسعش. بصوا بقى، طبعا بنلحس كده واحنا واقفين كده ندوق كده الدنيا فيها ايه. طبعا اخر شويه دول احطهم بس اساوي كده الدنيا كويس عشان ما فيش مكرونه تبقى طالعه كده تنشف معايا. كله اهو نزل معايا. بصوا بقى حطيتها في الفرن واخر شويه ولعت عليها الشوايه وهنبتدي بقى نقطعها بالراحه كده عشان انا ما بحبهاش اول ما تطلع طبعا اقطعها. بحب استنى عليها شويه تبرد وتمسك نفسها سنه، مش اللي هو تمسك نفسها او لا، تمسك نفسها اللي هو اعرف اطلع القطعه. لكن انها صيصه وميصه كده في نفسها لا، ما بحبش اكلها كده بصراحه. بحبها سخنه وماسكه نفسها بس. اهو بصوا بقى طلعت اهو القطعه. بصوا اللحمه بقى وجمالها، كان طعمها تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك واستنوني فيديو جديد، ويلا باي باي.